في سورة قاف في إشكالية عايزين نوضحها شوية. إشكالية اليمين والشمال وعتيد ورقيب. أولا اليمين والشمال معظم الناس بتظن إنهم اتجاهات، ده واحد. اتنين، معظم الناس بتظن إن عتيد ورقيب دول ملكين. اهدى معايا شوية وخليك معايا للآخر، وإن لم تقتنع فاترك، وإن اقتنعت تستفيد. تمام كده؟ مفيش في تلقي المعلومة جبر أو إجبار أو إكراه، في حرية، لا إكراه في الدين، يعني في فهمك للأشياء. ما علينا. طيب، ما معنى اليمين والشمال في القرآن الكريم في كتاب الله وفي علم الجذر الأول؟ خلينا في كتاب الله. ربنا يقول لك إيه؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. مين هم أصحاب اليمين دول؟ دول أصحاب ناس، أصحاب حسنات، صحيح كده؟ ناس عملوا حسنات. يبقى ربنا لما بيوصف لك أصحاب الحسنات بيقول لك أصحاب اليمين، اللي عملوا خير، اللي هم التزموا بأوامر الخالق عز وجل. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، اللي هم عملوا إيه؟ عملوا سيئات. يعني لا علاقة لها بالاتجاه، مش إيدك اليمين وإيدك الشمال، أو خش برجلك اليمين ورجع رجلك الشمال، لا. صح مفهومك. أجيب لك بقى الموضوع الأساسي معايا هنا اللي هو في الآية سورة قاف الآية 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فهمنا كده اليمين والشمال. اليمين والشمال دول فيهم موضع معين بيتلقى اللي انت بتعمله، بتلفظه، بتتكلمه او بتفعله، الاثنين سواء قول او فعل. النية الداخلية ما يقدرش يسجلها. ليه؟ بتسجل في موقع اخر، او الله اعلم ان كان بيسجلها، بس الموقع ده او الموضوع ده اكيد بينك وبين الخالق، فبيحاسبك عليه الخالق. اما القول او الفعل انت عملته مع حد من العباد، فده مشوار تاني. برضو دي خليها في وقت تاني، محتاجة توضيح اكبر. وما معنى غفور؟ هل ربنا بيغفر كل الذنوب؟ امال يغفر الذنوب جميعا؟ هنعرفها بعدين. معلش اتشعب في المواضيع، اركز في الشمال واليمين وقعيد وعتيد ورقيب. انا وضحت الشمال واليمين، يبقى الشمال اليمين حسنات والشمال سيئات. اعرف ان قعيد من خلال علم الجذر الاول معناه مركز تعبئة، مركز تدوين، في موقع معين في جسمك بيسجل فيه اليمين والشمال. الموقع اليمين ده اللي في ناحية الموقع اللي في الناحية دي يسمى يمين. ليه؟ لأنه بيسجل حسنات، لأن الحسنات يمين معناها. الموقع الثاني شمال، أو الموضع الثاني شمال، هو برضو قعيد، هو نفس الموقع قعيد، برضو ده بيسجل سيئات. أمال إيه الآية اللي بعديها؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنا هسألكم سؤال. إذا قلت إن عتيد ورقيب أو رقيب وعتيد دول ملكين، وضح لي أنت الآية دياتي، يبقى أنا ما أعرفش حاجة في علم الكلمة، أو لا أستخدم عقلي إطلاقا، أو أنا تايه. لما ربنا يجيب لك إن عتيد ده سيء، شخص سيء، فعله سيء، إن عتيد ده فعل سيء جدا، الملك اللي بالصفة دي معلش ده يروح النار. اسمع قول الخالق عز وجل. وقال قرينه في سورة قاف، هي تحتها برضو في الآية 23. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ده حاجة سيئة جدا. أجابك الخالق بعدها ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. كمل لآخر الآيات. ده فعل شنيع عتيد ده. فازاي تقول إن فيه ملك عتيد؟ ملك سيئات، يعني ده شيء سيء اسمه عتيد، هو سيء؟ ولا هتقول الملك ده بيسجل عتيد؟ طب ربنا ليه بيقول لك قول؟ امال فين الافعال؟ يعني ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، فين الفعل؟ طيب انا ممكن افعل الفعل في صمت بدون اي قول، اضرب واحد بدون اي قول، اسرق بدون قول، هل عتيد ورقيب ما يسجليش؟ طيب امال ايه الخلاصه؟ ان عتيد ورقيب دول دي حاله من حالات متابعه القول. هجيبها لك واوضحها لك بصوره واضحه جدا. عتيد ورقيب وعتيد دول خاصين بالقول بتاعك. اي حد بيتحدث فيه موجود قدامه من الناس رقيب وعتيد موجودين. رقيب ده شخص كويس عايز ياخد حاجه كويسه تنفعه، عتيد ده شخص سيء جدا عايز يضرك. واقرا صفاته في سوره قاف بعد الايه 23. اقرا كده للاخر وشوف صفات عتيد ده هيعمل ايه معاك لما يتابع القول بتاعك. وانا عارف على الصفحه موجوده عندي الاثنين، موجوده عندي عتيد رقيب وعتيد، بس مع احترامي للكل
ما اكثر من عتيد عندي على الصفحه، ولو جبت لك معنى عتيد في علم الجذر الاول رهيبه، مش هو كلام الخالق موضحها لك بصوره جليه. عتيد هنا في كتاب الله في سوره قاف من بعد الايه 23. ايه اللي خلاني فهمت الكلام ده كله ده؟ اولا تركيزي في كتاب الله، تركيزي في كتاب الله. دينا، ايه دينا دي؟ ده هجيبها لك بعدين. تركيزي في كتاب الله وفهم الايات مترابطه مع بعضها، بجيبها في كل مكان في كل موضع بتبعه، ده واحد. اتنين، علم الجذر الاول بصراحه بفضل الله خلاني اذا نظرت للكلمه كده كاني عايش معاها، بدخل جواها زي ما بقول لك كده، اخد غطس جواها، بعمل غوص بداخلها، وببدا اعرف ايه اللي جواها بالتفكيك، بغوص جواها كده واطلع اللقالق بتاعتها. ليه؟ بفضل الله معايا الوسيله، وان شاء الله ربنا يكرمك ويديك الوسيله، مفيش مشكله. فضل الله بيعطيه لاي انسان ايا كان بدون حواجز، اذا اراد الخالق ان ينعم بفضله على احد، وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سبحان ربي، سبحان خالقي، صاحب الفضل العظيم. هذا والله اعلى واعلم، والله اعلى واعلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.